السلام عليكم، ازيكم حبيباتي؟ اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله مع بعض هنعمل طريقه تخزين الباميه من السنه للسنه بمكون واحد بس. السنه ان شاء الله الباميه ده هتفضل معاكي اكتر من سنه كمان، وهي خضرة مش هتغير لونها ولا اي حاجه. هنا دي كميه الباميه بتاعتي، كانوا 3 كيلو. هبدا بقى ان انا اقمعها الاول. هتشوفوا ازاي هعملها. هبدأ كده ان انا اخد الحتة اللي في الراس دي زي الوردة كده، والحتة اللي تحت فيها، وهبدأ بقى اشيلها. هوريكم دلوقتي واحدة واحدة كده ازاي ان انا هقمعها. بصوا ما شاء الله البامية دلوقتي موسم التخزين بتاعها، فلو ما جبتوش بقى تلحقي اللي انت تجيبي عشان تخزنيها بقى ان شاء الله للسنة الجاية وعلينا خير يا رب. هوريكم دلوقتي واحدة، بس ما كنتش عارفة اظبط الكاميرا قوي. هبدأ امسك واحدة واحدة واشيل منها اللي هي الحتة اللي فوق في الراس ديت، او زي ما انتوا شايفين، والحتة اللي تحت، واعملها كلها كده بنفس الطريقة لحد ما اخلص 3 كيلو بتوعي. بس هشيل الحتة اللي في الراس والحتة اللي تحت لحد ما اخلص كل الكمية بتاعتي. ما شاء الله البامية كانت جميلة صغيرة وحلوة. طبعا في بامية كبيرة دي ناس بتطحنها وتعملها، بس انا بحب البامية الصغيرة دي عشان لو هتعملها طاجن او كده. بصوا عاملاها من فوق كده تعملها وردة، وتشيل الحتة الصغيرة اللي تحت دي بنفس الطريقة كده. هتعملي كل الكمية اللي عندك اهو. هتشيلي اللي فوق كده زي الوردة عشان ما تهدرش منها اي حاجة، وتشيلي الحتة الصغيرة اللي تحت اهي. بصوا زي الورد، هتشيلي الحتة الصغيرة اللي تحت كده. وابدأ بقى اخلص كل الكمية بتاعتي دي، واقول لكم بقى ايه هي الطريقة اللي هنخزن بيها البامية. طريقة سهلة وبسيطة جدا، مش تاخد معاك اي وقت، وهتلاقي البامية معاك ان شاء الله محفوظة يعني زي ما هي، كأنك لسه جايباها دلوقتي، احسن بقى من بتاعة السوبر ماركت. اهو بصوا كده بالطريقة اللي انتوا شفتوها معايا دي، اسهل طريقة لتقميع البامية يعني. كده خلاص كنت خلصت كل الكمية بتاعتي، اللهم بارك. بصوا البامية ما شاء الله عاملة ازاي، زي ما انتوا شايفين كده قمعتها وخليتها جميلة زي الفل اهي. هبدأ بقى اخدها كده، احط شوية مية يغلوا على النار، وفيهم شوية كربونات، بيكربونات الصوديوم يعني. اول لما المية تغلي وفيها شوية البيكربونات الصوديوم، هبدأ بقى انزل بالبامية زي ما انتوا شايفين كده، يا دوب تقلبتين كده وهطلع على طول. مش هسويها، ده يدوب بس اول ما تبدأ تغير لونها تقلبتين كده وهطلعها. يبقى هو بس البيكربونات الصوديوم اللي يحافظ لي على البامية من السنة للسنة. بعد كده هطلعها بقى اهو. ده جردل في مية ساقعة، هنزل بقى بالبامية بتاعتي فيه، كأنها بتاخد صدمة كده من الساقع للسخن عشان تحفظ اللون بتاعها مع البيكربونات الصوديوم. هبدأ بقى رسرستها كده على صينية عندي، افردها كده عشان ما تبقاش مكلكعة فوق بعضها ولا تلزق في بعضها. افردها كلها كده، كل الكمية بتاعتها على صينية، على اي حاجة عندك كده تفرديها، وتسيبها بقى لحد ما تبرد خالص. بصوا ما شاء الله عاملة ازاي، لونها جميل وعامل ازاي. وهبدأ بقى احطها في الكياس واخزنها في الفريزر، بس قبل ما اسيبها لحد ما تبرد خالص. جربوا بقى الطريقة دي وقولوا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم.